ويسلي سنايدر، عرضية إبراهيم أفيلاي يحاول المرور، عرضية داخل منطقة الجزاء. خلص. الذي درب المنتخب الهولندي مرتين، حصل معه حتى على البطولة التي تعتبر الوحيدة القارية بالنسبة للمنتخب الهولندي عام 88، وهي يعني وإن اختلفت طرق تطبيق الهولندي. المنتخب الهولندي في التصفيات لعب أمام طبعا المجموعة فيها منتخبات سان مارينو، فنلندا، مولدوفا، السويد والمجر. المنتخب الهولندي بدأ مباراته أمام سان مارينو والفوز ب5 أهداف مقابل لا شيء. محاولة عرضية للمنتخب الهولندي إلى خارج الملعب، ثم لعب هنا في هولندا، لكنه في ملعب فاينورد أمام فنلندا والفوز بهدفين مقابل هدف واحد. كلاس يان هونتلار سجل في المباراتين 5 أهداف، سجل 3 أهداف في مرمى سان مارينو وهدفين في مرمى فنلندا. ثم تسديد من بعيد، لكن أيضا الدفاع الهولندي عودة في الوقت المناسب. هذه الكرة الشاملة، التقدم في الوقت المناسب، العودة في الوقت المناسب، والمحاولة في الناحية اليمنى من لازار كرة مقطوعة تصل من إبراهيم أفيلاي. أفيلاي يحاول يتقدم أيضا، ولكن في وجود خطأ وركلة حرة مباشرة. تابع الإعادة وركلة على حكم اللقاء، لكن لا وجود لشيء. كرة مقطوعة الآن إريك بيتر أو إبراهيم أفيلاي. يتقدم إبراهيم أفيلاي، يحاول لعب الهجمة المرتدة بشكل سريع، لعبها عرضية، يتقدم معها هنا نايجل ديونغ، يمرر كرة رافائيل فاندر فارت. ممتازة في المرور ومحاولة. هذا إبراهيم أفيلاي ما يزال يحتفظ الكرة، كرة إلى فان بيرسي عرضية ممتازة، كاوت عرضية أمام المرمى، لكن كرة اليسرى إلى إيريك بيترز خلفية إلى رافائيل فاندر فارت ملعوبة لويسلي سنايدر كرة ملعوبة إلى ديريك كاوت عرضية أيضا. أفيلاي يحاول التسديد، لكنه يمر بشكل جميل. هنا ممكن التسديد، ولكن حارس المرمى الهولندي. هذه التسديدة اللي كانت من إبراهيم أفيلاي قوية بمكان حتى الكرة تتخلص. تعود مرتدة إبراهيم أفيلاي، بجانبه أيضا بنتر وأفيلاي، والتقدم من أفيلاي، ولكن هناك الخطأ وتعمد الخطأ، وبالتالي البطاقة الصفراء على بنتر لاعب خط المنتصف اللي بيلعب المباراة اليوم بديلا لفلاديمير كومان لاعب سامبدوريا الإيطالي. في 5 دقائق أولى من زمن شوط المباراة الثاني. عموما كرة تصل من ويسلي سنايدر الآن، هجمة لصالح المنتخب الهولندي. إبراهيم أفيلاي في المحاولة، يمر بشكل جيد ويلعب كرة طويلة في الأمام. رودفاين نسترلوي يحاول التقدم، ملعوب الكرة عرضية بعيدة وسريعة على غريغوري فاندرفيل، وتخرج إلى خارج أرض الملعب وإلى رمية جانبية بهدفين لكلا الفريقين. إبراهيم أفيلاي عرض اليسرى ونقل الكرة إلى زولتان جيرا والمساحات تصل بمحاولة إلى بال لازار، تصل إلى إبراهيم أفيلاي، خلص من إيمان ويلسون. إبراهيم أفيلاي يمر إلى سنايدر لأفيلاي مرة أخرى، حاول التقدم من الناحية اليسرى. أفيلاي استلام كرة ممتاز ونقل كرة رائع من إبراهيم أفيلاي، مجهود ممتاز. ديريك كاوت كرة والتسديدة من نسترلوي. هي كراتك يا رود فان نسترلوي في الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة الثاني. يأتي بعد عرض ممتاز وبعد صناعة كبيرة للهدف عن طريق إبراهيم أفيلاي. هو من جاء بارتداد الهجمة، هو من فتح اللعب من الناحية اليسرى ومن ثم للناحية اليمنى. ديريك كاوت يمرر، وهو من حفظ تماما طريقة رود فان نسترلوي ليأتي هذا الكبير أيضا ويسجل في مرمى المنتخب المجري الهدف الثالث اللي يعيد التفوق للمنتخب الهولندي في الأمستردام أرينا. هذه إعادة الكرة العرضية، إبراهيم أفيلاي، ديريك كاوت فاهمها وعارفها، ونسترلوي يسدد كرة على يسار الحارس مارتن فولوب حتى وان اصطدمت، ولكنها هي كرات رود فان نسترلوي اللي يسجل هدف رقم 35 مع المنتخب الهولندي. إيمان ويلسون، تمريرة
ابراهيم فيلاي عالية الى القائم البعيد، والهدف الرابع، الهدف الرابع ديريك كاوت. كاوت يتدخل ويسجل هدف رابع للمنتخب الهولندي، الهدف رقم 20 دوليا لديريك كاوت في مباراة الدولية رقم 77. جاء بعرضية ابراهيم فيلاي الذي يصنع الآن هنا في الامستردام ارينا فرحة كبيرة ب40,000 متفرج يتابع الطاحونة الهولندية، وهي تعود للدوران بقوة أيضا وتسجل في مرمى المنتخب المجري. هذه عادة بالتمريرة من ويسلي سنايدر وإبراهيم فيلاي، وكرة على الطاير رائعة من ديريك كاوت، تصطدم الكرة بالأرض ولكنها كرة كانت أيضا معمول حسابها بالسنتي وبالملي، وجاءت الكرة أيضا من ديريك كاوت باتجاه المرمى مباشرة، ما حاول أن يضعها قوية وضعها في الزاوية على يد الكرة. لا ينجح هنا في هذه الهجمة لصالح المنتخب المجري. تصل المنتخب الهولندي ملعوبة من إبراهيم فيلاي خلفية إلى إيمانويلسون بالتمرير إلى يوريس ماثيسن بالتمريرة ناحية فاندر فار، تعود لفاندر فار، ممتازة من إبراهيم فيلاي، عرضية الكرة تصل لويسلي سنايدر، عرضية أخرى للناحية اليمنى إلى غريغوري فاندرفيل. إبراهيم فيلاي كعب جميل وبلا شك حتى اختياره أيضا للانتقال لبرشلونة كان محسوب حساب.